السلام عليكم، ايه الاخبار يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. راجعين مع بعض ان شاء الله ببلاي ليست هتبقى قويه جدا. هنتكلم فيها ازاي نخلي البرفورمانس بتاع الاب عندنا احسن في فلاتر. معظم الناس بتشتغل وخلاص، يعني الاب شغال عندك واليوزرز معظمهم بيبقوا شغالين على يعني فونز الرام بتاعتهم كويسه والهاردوير بتاعها بيستحمل. فانت بتبقى شغال ومش همك حاجه، يعني عمال بتشتغل وتعمل تعمل اليو اي وتربط الاي بي ايز وبتربط تعمل الستيت مانجمنت وايا كان الريبيلدز اللي بتحصل عندك، ما انتش فارق معاك. بس لما تيجي تشتغل على اب كبير، تكرار الخطا هتلاقيه سمع معاك في الاب بطريقه بدات تبقى ملحوظه، هيبدا يبقى موجود عندك لاجز. فاحنا في البلاي ليست دي انا الهدف منها ان انا اخليك عارف ده ممكن يحصل من ايه وازاي نتفادى ده، ايه هي التولز اللي احنا نقدر نستخدمها عشان نديتكت حاجه زي كده. بس قبل ما نبدا البلاي ليست دي ما تنساش تعمل سبسكرايب ولايك للفيديو، سبسكرايب للقناه ولايك للفيديو، وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد من القناه عندنا واعمل شير عشان يوصل لناس كتير يعني. خلونا نبتدي على طول عشان ما نضيعش وقت. انا زي ما قلت لكم انا ماشيه بلاي ليست، هنبتدي بحاجات بسيطه زي ما احنا متعودين في اي بلاي ليست لغايه لما الموضوع يتطور معانا شويه. هنبتدي النهارده نوضح حاجتين، يعني هنتكلم في حاجتين بنعملهم واحنا شغالين كده، وهنشوف ازاي بيأثروا معانا لو احنا عملنا لهم انهانسمنت، وهنوضح ازاي ده بيحصل. خلونا نبتدي مع بعض. احنا عندنا بروجكت فلاتر عادي فاضي خالص، مفيش اي حاجه، ده الديفولت بتاع فلاتر عندنا. مفيش اي حاجه جديده يعني. انا عملت رن للاب، حتى تلاقيني ضغطت كذا ضغطه. عاوزين نبدا. ده اب عندنا فاضي خالص، كل اللي فيه كاونتر عمال بيزيد. عاوزين نفتح حاجه عندنا اسمها الديف تول، ونشوف فيها البرفورمانس بتاعنا عامل ازاي عشان نبدا نديتكت ونشوف ايه اللي بيحصل عندنا في الاب. خلينا كده نعرف ازاي نفتح. هنيجي هنا ونضغط على علامه فلاتر دي، وانا محتاج البرفورمانس دي دلوقتي. هو بيقول لك هنا ان انت الافضل انك تبقى عامل ران للاب في البروفايل مود عشان ده اللي بيديتكت اكتر، وطبعا على الريل ديفايس عشان يديتكت اكتر الايرورز اللي بتحصل عندك، او لو في مشكله بتحصل عندك هيقدر يديتكتها اكتر يعني. لان احنا شغالين دلوقتي في الديباج، والديباج زي ما احنا عارفين بيبقى فيه ريسورسز بيتم استهلاكها بشكل مش الطبيعي، والاب في الريليز. خلينا نقفل دي كده. هتلاقي دلوقتي فتح قدامك بيج كده، انت يعني مش عارف ايه دي. بيقول لك الفريم تايم، يعني ده الفريم تايم عندك. ويعني هنشوف هنبدا نلاحظ مع بعض التايم اللي بيحصل، يعني الدنيا بتمشي عندنا ازاي، او في الفريم تايم ده، او في الفريم اناليسيز اللي موجوده عندها دي. خلينا نضغط كده على البلس، هتلاقيه بيمشي عندك، وفي حاجات حمراء بتطلع وفي حاجات بتفضل تحت. عاوزين نشوف. طيب خلاص، دي يعني خلينا نبقى متفقين ان الفريم اناليسيس دي بتوضح لنا السلوك بتاع الاب بتاعك، الفريمز ماشيه ازاي فيه وانت شغال. فدي من خلالها نقدر نديتكت اللاج اللي موجود عندك في اليو اي اللي بيحصل. وكمان بتتيح لنا حاجه اسمها الريبيلد ستاتس. هتلاقي دي في الاول عندك مش متفعله، خليت فعلها هيبدا يظهر عندك عدد الريبيلدز. الويدج هتلاقي ظهر لك كل الويدجتس اللي موجوده عندك والريبيلد اللي بيحصل فيها قد ايه. خلوها كده نضغط على اوفر اول دي عشان نخليها يعني من الكبير للصغير، ونبدا نشوف الحاجات اللي بيتعمل لها ريبيلد تاني. احنا عندنا زي ما انت شايف ده كاونتر موجود عندنا، كولوم فيه تكست وموجود فيه الكاونتر بتاعنا. ولما بنضغط بلس بتبدا تزيد عندك، هتبدا تلاقي ايه اللي بيحصل. الاوفر اول عماله تزيد، الماي هوم ويدجت دي لان احنا بنستخدم سيت ستيت عماله بتعمل ريبيلد. كل ما بنعمل احنا سيت ستيت، احنا عندنا لما بنزود الكاونتر بيحصل انكريمنت للكاونتر، وبنعمل سيت ستيت فبيروح يريبيلد الويدجت دي كلها تاني اللي هي الماي هوم ويدجت. طيب وبيريبيلد ايه تاني؟ بيريبيلد السكافولد، بيريبيلد التكست، وبيريبيلد الاب بار، كل الويدجتس اللي موجوده عندك يعني في البيج بتاعت الماي هوم بيج دي، باستثناء لو تلاحظ دي هو ما بيعملهاش ريبيلد. ليه بقى؟ خلينا كده نشيل الكونست ده. تمام، عملنا سيف. تعال نعمل ريبيلد تاني كده. انا عاوز نعمل ريلود عشان يبان كل حاجه من الصفر عندنا. خلينا نشوف كل حاجه متصفره من الاول تاني. الاب فتح عندك، مفيش اي جديد. عملت بلس،
كله تعال نضغط اكتر من مره. لو تلاحظ كله عمال يزيد ورا بعضه. الحاجه الوحيده اللي ما بتعملهاش ريبيلد تاني هي الماي اب والماتيريال اب والايكون. هنشوف ليه دلوقتي. احنا عندنا في دلوقتي 3 تكست بيتعمل لهم ريبيلد، اللي هو انهي؟ تعال نضغط عليهم هو هيوديك ليه. التكست ده والتكست ده واللي تحته، صح كده؟ طيب ده دلوقتي حاجه مش هتتغير عندك، وهو كان عاملها كده الاول. لو عملنا لها كونست، تعال نشوف كده اللي هيحصل ونبدا نشوف. هتلاقي واحد تكست منهم وقف عند ال 29 بعد ما عملنا كونست، ما عادش زاد تاني. ليه؟ لان هو خلاص اما استخدمت كلمه كونست دي انا بقول له الويدجت دي عمرها ما تتغير، فوانت بتريبيلد السكرين تاني ما تروحش تعمل لها بيلد تاني، خلاص هي ثابته. ولو بصينا بقى هتلاقي احنا كنا متفقين ان في ايكون عندنا ما بيتعملهاش ريبيلد اهي. الايكون دي ليه محطوط عليها كونست؟ انا عارف ان دي حاجه ممكن تكون بسيطه، بس زي ما قلت لكم انا هبدا من الاول عشان لو حد مش عارف يقدر يكمل معانا. فانا عندي دلوقتي الايكون دي عليها كونست. ايه تاني؟ الماي اب دي اللي هي الكلاس من فوق خلاص بيتعمل له بيلد، وهي ستيتلس ويدجت اصلا، فخلاص هي دي طبعا ستيتلس ويدجت فمش هيتعمل لها ريبيلد في الست ستيت، هي دي كلها بس اللي بيتعمل لها ريبيلد. ايه تاني اللي ثابت عندك؟ الماتيريال اب جواها الايكون. التكست ده اهو، ده ثابت ما تعملوش ريبيلد تاني. طب عاوزين نتاكد بقى ان انت بتتكلم صح. تعالى بقى نعمل سايز بوكس مثلا ونديله هايت مثلا 70 عشان يبان. طيب تعال نشوف ايه اللي هيحصل في السكرين عندك. المسافه دي لو تلاحظ هتلاقي ايه؟ خلاص بقت موجوده. تعالى نعمل احنا بقى ريبيلد كده تاني او نعمل سيت ستيت. تعالى نبدا نشوف. انا عاوز السايز بوكس يظهر عندي. تعالى نعمل ريلود عشان ايه؟ يسمع معانا هنا. ممكن يكون ما بتعملهاش. تمام. تعالى نزيد نقعد نزود كده شويه. لو تلاحظ هتلاقي هنا بيقول لك اللوكيشن بتاع كل واحده، السطر بتاعها في سطر رقم 33. السكافولد دي هتلاقي السطر بتاعها كذا، عشان لو انت عاوز تعرف هي انهي ويدجت يعني. تعال نضيف اي ويدجت تاني غير السايز بوس لان هو تقريبا ما بيضيفهاش. تعال نضيف الداتا دي مثلا. الداتا دي فين؟ تعال نروح لها. الداتا دي في سطر كام؟ سطر 108. تعال نشوف دي بدأ يعمل ريبيلد. هي عند ال5. تعال نوصلها شويه كمان. في كل ريبيلد كل سيت ستيت هيروح يعمل لها ريبيلد مع انها كونستانت ثابته، قيمه ثابته. تعال نحط لها كده. هي وقفت عند الكام؟ عند ال9. تعال نحط لها كده كونست ونشوف هل لما ازيد بقى هتزيد تاني. اهو هتلاقيها وقفت، ما عادش بيتعمل ريبيلد. انا بعيد في الحته دي وبزيد فيها عشان تبقى فاهم ايه فايده الكونست، لان دايما بنقول للناس الويدجت اللي مش هتتغير عندك روح خليها كونست. احنا دلوقتي في سكرينه واحده ممكن ما تاثرش على البرفورمانس، لكن انت لو جيت في اب كامل بقى عندك مثلا عدد كبير جدا من الويدجتس المفروض تبقى كونستانت وهي مش كونستانت، هتلاقيها اثرت معاك على البرفورمانس بتاع الاب عندك. وهو بيعمل ريبيلد للسكرين هيروح يرسم حاجات تاني هو مش محتاج يرسمها. هي دي كانت النقطه الاولى معانا. خلينا ندخل على النقطه اللي بعدها. هو انا كنت ناوي اتكلم عن الجزئيه الثانيه او التوبيك الثاني اللي انا عاوز اتكلم فيه في نفس الفيديو، بس انا سرحت في الكلام وحاولت اوضح على قد ما اقدر، فالفيديو طول شويه وانا مش عاوز اطول الصراحه وقت الفيديو اكتر من كده. فخلينا نقسم الجزئيه الجايه دي على فيديو منفصل. اشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو الجاي. اتمنى الناس تستفاد من البلاي ليست دي. السلام عليكم.